بطلت ألعب دور المنقذ. بعد وقت طويل من الاستنزاف فهمت إن أنا كمان بشر، بحس وبتعب، محتاجة ارتاح، محتاجة اتشاف واتقدر ويتقدر دوري في حياة اللي حواليا. اكتشفت إن عشت وقت طويل شايلة ناس على كتافي، كنت بخاف أنزلهم وكأن حياتهم من غيري هتقف، لحد ما فهمت إن في فرق كبير بين شخص بيقع وعايز يقوم وشخص بيستريح جوه دور الضحية، بيستحل السقوط، بيعيش على التبريرات أكتر ما بيعيش على المحاولات. مساء الخير. في حياتنا بنقابل أنماط من الاعتماديين لاعتماد الآلة، وده تمام طول ما انت موجود في حياته، عايش على بتقدم له اقتراحاتك وبتقدم له الحلول وهو بينفذها وبيحقق نجاح معاك. لكن وقت ما هتسيبه هيعطل وهيحس ان حياته وقفت تماما، ودي علاقة مرهقة لأنها مش قايمة على الشراكة. بس اللي أصعب منها فعلا الاعتماد العنيد، لأن الشخص ده مش بس محتاج مساعدة، الشخص ده مستريح مكانه، رفض الحلول، رفض النصيحة، رفض حتى مجرد فكرة المساعدة، مش لأنه ما عندوش حلول لكن لأنه مش عايز يتعب أصلا. كل نصيحة بيعتبرها تدخل، كل محاولة دعم بيشوفها انتقاص منه. وبصراحة بقيت شايفة إن الرفض المكرر للحلول مش كرامة قد ما هو مبرر للراحة. الشخص ده بيعيش بيضخم أي مجهود بيعمله، وفي الحقيقة هو بيبقى سايب غيره شايل الحمل بالكامل. الأصعب من كده إن الشخص ده ما بيشوفش أي دور أنت بتقدمه له أو أي حاجة عملتها علشان، لكن مع أول لحظة طاقتك فيها بتخلص يحاسبك على تقصيرك، وما بيشوفش أي حاجة أنت قدمتها. الشخص ده لو سبته يضيع ولو كملت معاه يغرقك. في نوع تالت خالص، الشخص المسؤول الناجح اللي وقع لظروف خارجة عن إرادته بس عايز يقف، وده واجب إنك تمدله إيدك. النهاردة هسنده بكرة هيسندني. والحقيقة في فرق كبير جدا بين حد تسنده لحد ما يقف وبين حد عايزك تشيله العمر كله. عشان كده بطلت ألعب دور المنقذ في حياة حد هو مش عايز ينقذ نفسه، ودي مش أسوأ، أنا بنقذ نفسي أنا كمان. أنا صافي، ودي كانت حكايتنا النهاردة.